طبق جزائري ما على باليش اذا مازالكم ديروه ولا لا يتحضر في المناسبات كيما يناير ويتحضر في اوقات البرد واللي هو الشرشم. وكل ولايه كيفاش تحضروا، وانا درت لكم اليوم على طريقه ناس الغرب. السلام عليكم. طبق مغذي كيما الشرشم يتحضر بالقمح، وصفه سهله مهله وبنتها كالعاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها، الحاجه الاولى لازم تشروا كميه تاع القمح، تنقوه مليح، تشللوه وتحطوه في الماء يبات يومين، وفي هذوك اليومين دائما لازم تبدلوا هذاك الماء حتى وين يتنفخ باش نحوه. هنايا عندي الفول اليابس اللي كنت كيف بيتو ليله في الماء، ونسحقوا ثاني الحميصه اللي تكون ثاني مشمخه بالماء. وهذاك الفول اليابس بعد ما تشمخوه نحولوا هذيك الجهه الفوقانيه اللي تجيك حلا. هنايا في كوكوطه درت فيها شويه تاع الزيت شويه تاع السمن، نقلي الفخاد تاع الدجاج، وزدت لهم زوج مرصوات صغار تاع القديد اللي كنت خليتهم يريحوا شويه في الماء. قليت كلش مليح، بعدها نضيف حبه بصل اللي كنت تسكرفشتها، ونزيدوا لهم هنا زوج حبات تاع طوماطش اللي كنت رحيتهم. قلوا كلش مليح بهذه الطريقه. نجي ندير العكري، الكمون، القزبر، الكركم، الملح وفلفل الكحل، ونكمل نخليهم يتقلاو مليح. نعاود نكتب لكم التوابل مكتوبين تحت الفيديو. هنايا نروح نجيب طوماطيش تاع البطل اللي دائما نستخدمها كالعاده تاع مرده الجوده العاليه واللون الشباب. ديت منها مغرف كبيره وخليتها تقلى معاهم شويه. ضفت راس تاع الحار مع هذاك الفول والحميصه اللي كنا شمخناهم من قبل، نخليهم يتقلاو شويه ونمرق بكميه تكون مليحه تاع الماء. نغلق على الكوكوطه ونخليها طيب حتى وين يطيب لي مليح هذاك الدجاج. بعدها نفتح على هذيك الكوكوطه، نحي هذاك الدجاج بعد ما يكون طاب. انا نحب نطيب الدجاج باش نرمي هذاك القمح. هنايا كما راكم تشوفوا حطيت كامل هذيك الكميه تاع القمح على بها، قلت لكم مرقوا مليح خاطش القمح بعد ما يطيب راح يزيد يتنفخ. هنايا زدت لهم القزبر ربطه صغيره ونغلق عليها، نخليها تطيب حوالي 45 دقيقه حتى لساعه، وتلقاوها واجده بهذه الطريقه. يجي بزاف بنين. فتتوا هذاك الدجاج وديروه من الفوق وبصحتكم.